بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف المرسلين. أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم البنات، كتشوفوا عندي هنا بزاف ديال الفواكه مخلطة. المهم حنا في موسم المهم الفواكه، احنا مقبلين على موسم الصيف. المهم عندنا جميع انواع الفواكه الحمد لله في بلادنا، الله يدومها نعمة ويحفظها من الزوال. المهم عندي هنا المشماش والكيوي والبنان والليمون البنات والتفاح. المهم جميع الفواكه تقريبا، والتمر، لان هاد العصير البنات كما كتشوفوا عصير غزال بزاف طبيعي، ما فيه لا سكر لا والو، لانني اكتفيت ببنانه وحده وهاد الكميه اللي درت، واكتفيت كذلك بثلاث تمرات. يعني الا كان موجود عندكم في الدار كان احسن، لان تعوضوه عن السكر اللي مصطنع، يعني هو سكر طبيعي. المهم البنات، هذا العصير كيجي غزال، كيجي صحي. وطبعا درت معاه حتى اللوز البنات، اللوز اللي كيكون يعني راه عندنا شي حبات اللوز، ولا عندكم القرقاع، ولا اي فاكهه او اي حاجه عندكم في الدار، يعني يلوحوها باش تطحن، لان هذا يعني كيكون صحي. وطبعا كيعطي واحد لينيرجي زوينه للذات ديال الانسان، لان فيه جميع الفواكه. وكذلك طبعا كما قلت لكم اللوز والتمر راه شي حاجه رائعه ما شاء الله. المهم البنات غندوزو للطريقه. المهم طريقه عاديه، وكذلك مطحون، لان كاين ليمون. انا عندي الليمون، تقدروا مثلا ديروا عصير الليمون وطحنوا فيه، ولكن انا ارطاري. المهم قلت انني نطحنه بالماء، يعني اجمل عصير وعصير اللي كيجي غزال يكون بالماء البنات، والليمون يعني بالحليب، يعني ما كنفضلوش بزاف. المهم الليمون انا عندي كنقشرو بهذه الطريقه. يكون عندكم واحد الموس هكا منشر هكا كيعرف الليمون، يعني كيقشروا مزيان. المهم نتوما حيدوا المهم القشور باي طريقه بغيتو. المهم هذاك الشيء اللي عندي انا في الثلاجه. المهم الكيوي كنت جبته كلاو الدراري. المهم لقيت هاد الحبه هي اللي بقات، غنديرها في العصير البنات. عندي اللوز البنات، باش تحافظوا على الاله ديالكم بلا ما طحنوا هكا، يعني ما تلوحوش مع العصير، لان انا خديت داك الجهاز ديال هذاك الطحان اللي كيقولوا ليه الوحش. راه ما وحش ما والو. المهم يعني ماشي شي حاجه. انا كانت عندي، يعني كان عندي مولينيكس عادي طبيعي، يعني راه كتشوفوا هذا، ولكن كان كيطحن مزيان، يعني ما يعني ماشي شي حاجه ان غير السمعه وصافي. لان ملي كنلوح بحال الحبات هكا كيبقى يدير هذاك الصوت، وبقى سميتو ما كيطحنش دغيا، وكيخلق ليا واحد المهم ضجه في ودنيا، ما زويناش. لهذا يعني كياخذ واحد الوقت انه يطحن، يعني ماشي انا كيبان لي ماشي عملي اللي باقي ما خداش بلا ما المهم انا هذا هو الراي ديالي. يعني بالنسبه للفواكه هكا راه كيطحنوهم راه مزيان، ولكن انا كدير شي حاجه قاصحه راه كيدير واحد الصوت خايب بزاف. المهم البنات، كما كتشوفوا عندي هاد الفواكه. بالنسبه للوز راه طحنته بهذيك الحبه، راه حتى هي ما نضيعوهاش، لا عندي بوطاجي نقيو هذاك الشيء كان مسحو بجافيل ونحك المهم لحته حتى هو. بالنسبه للوز كما كتشوفوا راه طحنتوها البنات، تقدروا تطحنوه وتخليوه عندكم. كل ما كتبغيو ديروا عصير راه كتلوحوا واحد جوج معالق ولا ثلاثه، يعني اي فاكهه عندكم، يعني اللوز، قرقاع كما قلت لكم، اي حاجه، بيستاج، المهم اي حاجه كديروها في هذا العصير. المهم البنات درت هذاك الكاس، المهم درت كاس ونص ديال الماء. راه ما درتش لكم فاش كنت كنطحن، لان الاله كتطلق واحد الصوت اللي مزعج شويه. المهم البنات، هذا هو العصير ديالي كيجي خاطر نتوما كتخليو كتحكموا في القوام ديالو، بغيتوه جاري بغيتوه خاطر انا درتو في هاد السمك هذا. وما درتش غير هذاك الكاس ديال الماء اللي كنتو كتشوفوا معايا في سميتو، زدت واحد نص كاس مازال. ورغم ذلك راه باقي تبارك الله، يعني راه كيسان كبار باقي، يعني خاطر وزوين. المهم البنات جربوه وردوا عليا الخبر، لان بصراحه يستحقوا التجربه، وزوين ينفعكم وصحي. وكتوجدوا في واحد الوقت وجيز، يعني كتجمع دوك الفواكه كاملين اللي عندكم وكديروا. عندي واحد اخر كنت كنديرو، يعني راه مرت الله حتى كيوريك شي حوايج انك ديرهم، يعني
كانت عندي العمه ديالي حتى هي فاش كانت مريضه، كان في وقت الكرموس وهذاك البرقوق الكحل كيجي خطير البنات، كيجي خطير حتى هو كنت كنصايبوا ليها. زوينه البنات كما قلت لكم. وطبعا الله يرحمها ويرحم جميع الامه الاسلاميه في هذا النهار هذا. المهم البنات هذا العصير راه خطير، صايبوه لوليداتكم وليكم، وما تنسونيش بواحد لايك وواحد تعليق زوين، وكنقول لكم تهلاو في ريوسكم. السلام عليكم.